سنة 1970 بنت اسمها دنا كانت بتدرس تمريض وبتسكن مع صاحبتها في شقة صغيرة. في عيد ميلادها والدتها جابت لها هدية شكلها بريء جدا، عروسة بسيطة شعرها صوف أحمر وملابسها ملونة. دنا فرحت بيها جدا وحطتها على سريرها من غير ما تتخيل إن حياتها تتقلب رأسا على عقب بسبب العروسة. بعد أيام قليلة بدأت الحاجات الغريبة تظهر. دنا كانت بترجع البيت تلاقي العروسة مش في مكانها، أوقات يلاقوها قاعدة في الصالون وهم متأكدين إنهم سابوها في أوضة النوم، وفي يوم لقوها قاعدة على الأرض قدام الباب وكأنها بتستناه. في الأول افتكروا إن الموضوع هزار أو حد بيلعب معاهم، لكن لما لقوا إن مفيش حد عنده مفتاح الشقة غيرهم بدأ الرعب يدخل قلبهم. بعد كده الموضوع اتطور، بقوا يلاقوا ورق صغير مكتوب عليه ساعدوني بخط إيد شبه خط الأطفال. المريب إن الورق ده مش من شقتهم أصلا، محدش قدر يفسر جابوه منين ولا إزاي اتكتب. وبعد فترة لقوا دم على إيد العروسة وهدومها. هنا البنتين خافوا جدا وقرروا يطلبوا مساعدة. جالهم وسيط روحاني وقال لهم إن العروسة دي فيها روح بنت صغيرة اسمها أنابيلا ماتت في نفس المنطقة، وإن البنت دي حبت دنا وإنجي جدا وعايزة تفضل موجودة معاهم من خلال العروسة. من شدة خوفهم وتعاطفهم مع روح الطفلة وافقوا يسيبوها تعيش في اللعبة. لكن بعدها بدأت الكارثة الحقيقية. واحد من أصحابهم اسمه لو كان دايما ضد وجود العروسة وكان حاسس إنها شريرة. في يوم وهو نايم صحي مفزوع لقاها واقفة فوق صدره ومش قادر يتحرك كأنها بتخنقه. وفي مرة تانية صحي من النوم لقى خدوش عميقة جدا على جسمه بدون سبب، وقال إنه متأكد إن أنابيلا هي اللي عملت كده. البيت كله بقى مليان أحداث مخيفة، أصوات خطوات في نص الليل، العروسة بتتنقل لوحدها من مكان للتاني، حاجات بتخبط من غير تفسير، إحساس إن في حد بيراقبهم طول الوقت.